يعني بس اول شيء بنعطيكم بريف مختصر مال 10 دقائق عن النظام مالنا. طبعا ما في مالي، في بشري ورياضي ومخازن وشركات. النادي عنده عهد، هل العهد تسجل عليه كموظف نظام الموارد البشريه من المخازن؟ نعطي بريف سريع بس عن النظام المطبق عنا. النظام المطبق هو عباره عن ويب ابلكيشن بيفتح من اي مكان، سواء انت داخل النادي، خارج النادي، داخل الدوله، خارج الدوله. كل مستخدم على النظام راح يكون فيه يوزر نيم وباسورد خاص فيه. النظام بيشتغل في الطريقتين، اما ويندوز اوثنتيكيشن او فورم اوثنتيكيشن. المفروض ان احنا بعد الراتب مش مسجل. لما باجي اسجل الراتب سجلت الراتب، بس باجي تحت في صف الراتب النهائي ما بيطلعش، بيطلع لي زيرو. التعديل الموظف اصلا ما يحذف وما يعدل، انا بس اللي احط البيانات وانا بس اللي اسوي بيانات الموظف او البيانات الماليه من عند الاستاذ احمد. يعني زي انا خاص بيا بدخل الداتا بتاعتي عندي على الزيه، والمجلس لو عاوز يدخل في اي وقت عنده يوزر نيم وبس يدخل يشوف، عاوز ياخد تقارير، عاوز ياخد مرتبات، عاوز ياخد اي شيء. بعد ما انتهينا من التعديل ونزلته الاتش ار، راجعناها نحن في الماليه، شفنا مسكنا من هون عندنا 150 موظف. حلو. بمسك انا الموظف رقم 3 فلان وفلان 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 بحاجه للتعديل، والتعديل تبعهم ان يكون على الشكل التالي: